مرة تانية رجعنا لحضراتكم ومع فقرة الضيف معانا الكاتب المتميز الأستاذ أحمد سعد الدين، واللي هيكلمنا النهاردة عن حدث النهاردة لازم نتكلم عنه، وهو ذكرى رحيل الكاتب والمؤرخ والفنان المتميز محفوظ عبد الرحمن، واللي بتمر النهاردة 8 سنين على رحيله في 19 أغسطس عام 2017. أهلا بيك أستاذ أحمد ومنورنا. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا. طبعا محفوظ عبد الرحمن أو الأستاذ الكبير محفوظ عبد الرحمن من الأساتذة. لما بنقعد النهارده نتكلم عن من رحل وفلان 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 بنزعل قوي بخلو الساحة الفنية من أسماء كبيرة كانت موجودة، كانت بتسري. عارف لما تحس بكلمة إثراء دي وتحس بمعناها بجد، إن هي كانت تسري الحياة الفنية. كنا بنتكلم عن فنانين ما شفناهمش، لكن دول فنانين عاصرناهم، كتاب عاصرناهم، اتعاملنا معاهم، عرفنا إبداعهم في وقت كان الإبداع مهم جدا. فبتبقى الكلمة بجد ليها معناها أنه كان يثري الساحة الفنية بأعماله الجميلة. في البداية كلمة مجملة عن كاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن. يعني أقدر أقول أستاذ محفوظ الله يرحمه أستاذ في حاجتين، أو تميز في حاجتين مهمين: في السير الذاتية وفي الأعمال التاريخية. والاثنين يحتاجوا إلى ثقافة مختلفة، وكان يتميز بها محفوظ عبد الرحمن. أستاذ. أعماله كانت من الأعمال التقيلة طبعا، لكن الممتعة، مش التقيلة المنفرة اللي هو لا أنا مش فاهم الموضوع، أكثر فلسفية بالنسبة لي، مش لكن هو كان بيعمل صيغة وصبغة للعمل الفني بخلطة تاريخية وثائقية ذاتية اجتماعية. هو الجميل في أستاذ محفوظ ما حبش يفرض عضلاته على المشاهد. أيوة، ودي حطي تحتها 1000 خط. لأن أوقات بيبقى الكاتب عايز يقول للمشاهد أنا اللي فاهم وبعلمك. وأوقات تانية بقول لا، أنا عندي المعلومة 1 2 3 وأنت اشترك معايا. تعالى ما أفهمك. بالظبط. هنا بقى المدرسة التانية هي مدرسة محفوظ عبد الرحمن. يعني في بداية عمله، وخاصة ان هو في فترة خرج من مصر، قعد في الخليج فترة، فكتب مسلسلات غاية في الأهمية على فكرة. يعني أذكر منها مثلا ليلة سقوط غرناطة. ليلة سقوط غرناطة دي من أجمل وأروع المسلسلات اللي تستمتعي بيها كعمل فني وتحفظيها كدرس تاريخ. والله، لأن احنا دايما عندنا في التاريخ الأندلس. طب الأندلس دي سقطت ازاي؟ ايه الحوادث الأخيرة اللي حصلت؟ وبعدين في الوقت ده، يعني ليلة سقوط غرناطة كان معاه مخرج أردني اسمه عباس أرناؤوط. برضو كان فاهم جدا أدواته. وجايبين مين اللي يمثل فيها؟ احنا بنتكلم على عبد الله غيث، بنتكلم على توفيق الدقن، على أمينة رزق، عتاولة السينما والفن والدراما. وبعدين ايه الساعات الأخيرة؟ ماذا يفعل غسان الغساني حتى لا تسقط غرناطة؟ قعدنا 15 حلقة في ليلة اللي هي ليلة سقوط غرناطة، ومع ذلك مستنيين. فدي حاجة مش سهلة. عشان كده لما انتهى المسلسل 15 حلقة ده سريع جدا، وفي نفس الوقت لما انتهى المسلسل كل اللي اتفرج عليه كان حاسس ان هو فاهم ابعاد سقوط الاندلس كانت ليه وازاي وفين وايه اللي حصل والارهاصات اللي قبلها ايه. طب وهل في مقاومة من بعده ولا لسه ولا وهكذا. كل ده جاي من ايه؟ ثقافة الكاتب والاطلاع. صحيح. هو كان قارئ مطلع فاهم، يعني كان موسوعة ثقافية ومرجعية، ولكن موسوعة يعني حطي جنب الموسوعة متواضع. ودي بقى الجميل. يعني مثلا أول مرة كلمت أستاذ محفوظ، أنا كنت بسأل على 1 2 3، أنا فلان فلاني وبعمل كذا كذا، بسأل يا حبيبي اتفضل ونعمل، طب وتعالى قابلني. في غيره ممكن يكلمك بإيه؟ يعني يكلمك من فوق، عالي. الإيجو عالي. لكن هو كان إنسان بسيط. زيدي على كده بقى لما يتكلم معاك ويحس ان انت فاهمه في نفس المجال، يسهب في الحديث.
يذهب تاني مرة تلاقي احنا اصحاب، برغم فارق السن والثقافة ولا اخره، ولكن هو الحياة نفسها. حتى ان هو واستاذة سميرة عبد العزيز زوجته العزيزة، الاثنين لما كانوا يمشوا مع بعض ويشوفوا حد كنت تحسي الحميمية في السلام. الاثنين عندهم نفس الحميمية، عايزين يشوفوا التفاصيل بالظبط. هم عندهم تفاصيل كتيرة وعندهم مشاعر كتيرة وفكر كتير حابين ينشروه للي حواليهم. إذا كان المجتمع أصابوا بعض عدم الإدراك فخلينا احنا نبقى الإدراك ليه. ما هو لأن هم أو أستاذ محفوظ تحديدا لأن هو الأكبر كمان هو ينتمي إلى عصر آخر. هذا العصر سنا ولا فكرا؟ سنا. ما هو سنا وده فكرا. ازاي؟ هذا العصر اللي هو اتولد فيه وابتدى يبقى شاب، كانت مصر في الوقت ده فيها مد ثقافي عالي. مد ثقافي بتاع كمان من الأربعينيات إلى نهاية الخمسينيات اللي هي مرحلة التوهج اللي جت في بداية الستينيات. هو ابن هذه الايه الطبقة. وبعدين كمان نهم في القراءة والكتابة، وجه تعيينه لما جه يتعين في دار الكتب. داخل في دار الكتب أول يوم هو داخل كده خبط في ايه، في دولاب من دواليب الكتب الوثائق. هو اول تعيينه كان في دار الكتب. الوثائق. لم يتجه للكتابه من بدايات حياته. ده كان يعني لسه في بداياته. يعني عنده الموهبه وعنده لكن لم يحترف. ففي دار الايه الوثائق. في دار الوثائق خبط في دولاب ففي ملف فوق كده راح واقع عليه. فمسك الملف، وطبعا احنا طبيعتنا طالما بنكتب وبنقرا وكلام لازم تقرا اللي جواه، لازم تعرفي الملف ده. انا مش هشيله احطه لو كده. مش مهتم هتاخده وتحطه مكانه خلاص ملناش دعوه. مسك الملف نفضه من التراب وبيفتح الملف لقى ايه؟ الملف الاساسي بتاع قناه السويس. ومن هنا بدأ جه ارتباط محفوظ عبد الرحمن بقصة قناة السويس. اللي جت في بوابة الحلواني. تفسر لنا بعد 30 سنة لما عمل بوابة الحلواني اللي هو بداية حفر قناة السويس وأسبابها والظروف السياسية اللي كانت فيها، من الخديوي سعيد للخديوي إسماعيل لديليسيبس بيعمل إيه للمجموعة كلها المجتمع المصري اللي هو بداية حفر قناة السويس. محفوظ عبد الرحمن أسهب فيها وهنرجع لها دلوقتي. وكمان عمل حاجة تانية. بعد فترة عمل فيلم الناصر 56 تأميم قناة السويس. يبقى أنا عندي حفر القناة وتأميم القناة، ما بينهم قد إيه؟ 30 سنة؟ ما بينهم لا القناة لا في الكتابة. في الكتابة مش في الكتابة. الكتابة تقريبا ما بينهم 6 سنين. بوابة الحلواني كانت 92 على فكرة. لكن تأميم القناة أو اتخذت من مصر 82. ثم أخدناها احنا في 56. يعني الرقم كبير. داخلين في 70 سنة. 70 سنة. تمام. وهكذا. مين اللي عمل ده؟ محفوظ عبد الرحمن. هنا أرجع لحاجة تانية. بعض الكتاب بيبقى لهم ميول. وميولهم بتبقى ظاهرة بشكل كبير جدا جدا في الكتابة. أقدر أقول إن محفوظ عبد الرحمن خرج من هذه العباءة. طب ازاي؟ يعني حد هيسأل لي. محفوظ عبد الرحمن ينتمي فكريا للعصر الناصري. تمام؟ والعصر الناصري في الوقت اللي احنا فترة الستينيات وكده كان دايما بيتكلموا على الأسرة العلوية والخديوي إسماعيل. الوحيد الذي أنصف الخديوي إسماعيل في كتاباته في بوابة الحلواني كان محفوظ عبد الرحمن. ليه؟ هو ممكن يكون إعجاب شخصي أكتر. لا، هو في إنجازات. في إنجازات، ولكن التاريخ بيوصل لنا من وجهة نظر كاتبه. التاريخ يجتزأ في حتة. ولكن محفوظ عبد الرحمن ورانا الدايرة كلها. الفارق كبير جدا. والفارق هنا بقى توثيقا لكلامك او يعني تأكيدا على كلامك ان هو باحث. بالظبط. هو باحث. هو لا يأخذ التاريخ من وجهة نظر كاتب، ولكن هو يبحث ويبحث عشان كده بوابة الحلواني لما بنشوفها
بوابة الحلواني ده درس تاريخ لتاريخ مصر في الفترة من 1850 وحتى بداية القرن طب العشرين. خلينا نقف هنا بقى عند بوابة الحلواني، واللي كانت أول ملف وقع في إيد الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن. هو قعد يختزل في القراءة والكتابة في القراءة الأول بشكل كبير، وبعدين ابتدى يدي ده في الكتابة، وبعدين يعرضه في أعمال، ولا فترته كانت إزاي في التناول بالنسبة لبوابة وإعادة العطاء؟ الحلواني؟ لا، بالنسبة لأعماله كلها. لا، محفوظ عبد الرحمن يعني قعد يقرا فترة كبيرة شباب، وبعدين ابتدى شوفي، يكتب. شباب فترة الخمسينيات اه دول اتربوا ثقافيا وسياسيا بشكل مختلف تماما عن الأجيال الأخرى. كان عندهم القدوة وعندهم المساحة كمان، وعندهم حاجات كتيرة جدا والزمن والوقت للقراءة. تمام. بعد كده بيتكون الكاتب ويبتدي يبقى أديب ويكتب أو يكتب بعض السيناريوهات. لكن محفوظ عبد الرحمن أول ما كتب حاجة في السبعينيات، ده كانت بدايته، لكنه يعني إيه تم اتهامه بالناصرية. فسافر من مصر، قعد في الخليج. دي كانت تهمة؟ دي كانت تهمة في الوقت ده. لما سافر كتب بعض الأعمال التاريخية بشكل أكتر من رائع. زي ما أنا اتكلمنا على ليلة سقوط غرناطة، كتب كمان الكتابة على لحم يحترق، كتب بعض الأعمال الخالدة اللي هي كنا احنا زمان يقول لك ايه دي أعمال في الخليج. كانت لسه الانتاج جديدة. هنا برضو ما كانش الانتاج هنا وقتها ما قوي، كانش الانتاج فكانوا بيذهبوا كبير، الى استوديوهات عجمان استوديوهات عجمان والشارقة والحاجات دي. والرياض. فهو كتب أعمال خالدة، وكانوا بيهتموا بالأعمال التاريخية في الوقت ده. فهو برع في هذا الايه هذه الأعمال. هي النقطة اللي أنا عايز أعرف منك أستاذ أحمد، هو قرا كتير وابتدى يكتب، ولا بدأ طبعا. الكتابة لا، منذ قرا كتير طبعا. منذ بداياته في بداياته الشباب. تعتبر إرهاصات. إرهاصات، ولكن غير فترة طويلة محترفة. بيقرا، ثم بعد كده تترجم إلى أعمال. ثم بعد كده في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات جه محفوظ عبد الرحمن واستقر هنا وقدم السيناريو الايه موضوع بوابة الحلواني. أول حاجة هو ما يعتبرش أول حاجة، هو كان ليه أعمال قبل كده، ولكن ده يعتبر أول حاجة تقدم محفوظ عبد الرحمن بشكل قوي جدا. وخلاص استقر وابتدى هيشتغل في مصر ككتابة وسيناريو وحوار. بالظبط. كلهم. طيب وكان معاه كمان ما ننساش ان استاذ ابراهيم الصحن المخرج الكبير. وهتشوفي كمان قطاع الانتاج وقف في ظهر صحيح هؤلاء. يعني شوفي، انا دايما شهادتي مجروحه في هذا المبنى. ليه؟ لان روائع الدراما خرجت من هنا. صحيح. كان قطاع الانتاج بناء التاريخ الدرامي بناء الدراما والتاريخ الدرامي كله خرج من هنا. لما يجي هذا العمل قطاع الانتاج يجيب محفوظ عبد الرحمن، يجيب استاذ ابراهيم الصحن عليهم رحمه الله الاثنين، يجيب بقى محمد وفيق في هذا الدور. ما اعتقدش ان حد ممكن يتخيل الخديوي اسماعيل زي ما عملوا محمد وفيق. شوفي كل اشراقة هانم ومش عارف الوالده باشا. عايزين نشوف جزء منه. انا حنيت له، يعني عارف حنيت انا حنيت للتتر. للتتر. طب نشوف علي الحجار اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. مين اللي عمل التتر؟ بليغ حمدي. ايه الجمال ده. نشوف مشهد ده. يعني ممكن نقول هل محفوظ او الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن يعني ينضم لقائمة الكتاب المؤرخين ولا الكتاب الدراميين؟ ما هو خلي بالك، لو هو تاريخي مؤرخ هيقدر يبقى درامي. درامي بس ممكن ما يعرفش يوصل للتاريخي قوي. على اساس انه محترف الدراما فقط. طب خليني اقول لك امثله. عندنا مثلا الكاتب مرسي صالح مرسي عفوا. دي دراما مخابراتيه ولكن فيها نوع من انواع التاريخ، لانه هو صالح مرسي اساسا ينتمي الى الشكل الادبي اكتر من الشكل الفني. تمام. كاتب يسري الجندي. لا، يسري الجندي الاثنين، يجمع ما بين الاثنين بس ينسحب على التاريخي اكتر. ما هو بيحب التاريخ. تمام. يسري الجندي الاثنين. الكاتب اسامه انور عكاشه.
أسامة ما تقدريش يعني الله يرحمه، هذا الرجل تحتاري فيه لسبب متعدد المواهب. في التاريخ تلاقيه، في الدراما تلاقيه، في كل شيء، لأن أسامة بدأ حياته وهو مدرس لغة عربية، ثم بعدين كتب القصة القصيرة، ثم بعدها السيناريو. برع وهو برضو نتاج فترة نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات اللي تربوا ثقافيا وسياسيا صح. فهتلاقي ان ليالي الحلمية مثلا درس في تاريخ مصر من الثلاثينيات وحتى سنة 90. ما انا جايبه لك الاسماء، يعني في طبعا كتاب كبار جدا في الفتره دي، ولكن دراميين يعني استاذ صفاء عامر استاذ مثلا. محمد صفاء عامر ده دراما صعيديه بالظبط. لكن انا بتكلم على، انا قلت لك اسماء الناس اللي بتتكلم تاريخي، فمؤرخين يكتب التاريخ بالدراما. الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن هو اكثرهم توثيقا للتاريخ اعتقد، لان هو اشتغل كتير جدا في التوثيق للتاريخ في اعماله، سواء كانت اعمال تاريخيه بحته زي اللي احنا اتكلمنا عليها في البدايه، سواء بعد كده في السيره الذاتيه. ما هو السيره الذاتيه يعني احنا لما بنيجي نتكلم على فيلم زي ناصر 56، ناصر 56 هو عباره عن مده 3 شهور في حياه مصر، مش في حياه عبد الناصر. فكان حاجه مهمه جدا، لازم نشوف الموضوع السياسة ماشية ازاي في الوقت ده. قرار تأميم القناة مرجوعه على انجلترا، فرنسا، وبعد كده ملحق معاهم اسرائيل. ازاي بعتوا لجنة ماندز، ازاي مش عارف ايه. هذا المجتمع والمحيط الكبير اللي عمله محفوظ عبد الرحمن بالشكل التاريخي الصحيح. هنسيب كل ده، هنيجي لأم كلثوم. احنا هنا سامعين دلوقتي في الخلفيه صوت المال والبنون بوابه الحلواني. لا بس المال والبنون عفوا بوابه الحلواني، تتر بوابه الحلواني طبعا بوابه الحلواني ده جميل جدا على فكره. ولكن لما بنروح بعد كده لأم كلثوم، من يوم ما اتولدت في بدايه او نهايه القرن ال19، ثم الفتره اللي عاشتها اكثر من 76 77 سنه في حياتها، مصر مرت بفترات سياسية مختلفة. لو هذا الكاتب مش بارع مش هيقدر يجيب الموضوع ده. صحيح. هو كمان عمله أكثر تاريخيا من اجتماعيا وتوثيقيا. خلينا طب نديك بقى الهدية بتاعتنا النهارده اللي انت طلبته، تتر المال بوابة الحلواني. انا خلطت بين الاثنين ليه؟ بوابة الحلواني، ونرجع مرة تانية.
رجعنا مرة تانية، وطبعا بعد ما سمعنا التتر الجميل بوابة الحلواني للفنان الأجمل علي الحجار، واللي طبعا أمتعنا طبعا طبعا بتترات المسلسلات في الفترة دي. طبعا فترة الثمانينات كلها كان علي الحجار، محمد الحلو، مدحت صالح، التلاتة او بس علي الحجار كان يعني سابق بخطوتين ثلاثة. هو اللي كان مستولي على التترات، بس كان كلها جميلة. صحيح، كلها كانت حلوة. الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، بعيدا بقى عن بوابة الحلواني اللي هي الأيقونة والرائعة لمحفوظ عبد الرحمن، واللي قدمته بشكل شيك قوي في المجال الدرامي، عمل أعمال مختلفة جدا، لكن راح مدينا واحدة تانية رائعة من الروائع اللي موجودة لغاية دلوقتي، واللي قدمت بقى صابرين، يعني السير الذاتية، وعمل فيها نفس الموضوع، الحدوتة الاجتماعية مع التوثيق التاريخي لفترة من أهم فترات مصر. الذكاء والنجاح ان انت تربطي الشخصية اللي انت بتكتبي عنها بالفترة التاريخية، سواء اجتماعيا او ثقافيا او سياسيا، بالفترة اللي عاشت فيها، ولا لان الشخصية دي كانت مرتبطة سياسيا بأحداث كتيرة؟ لا، هي في الاصل لابد، حتى في الفترة الاولى ما كانتش مرتبطة بحاجة، ولكن هو كمان عمل ايه؟ ما هو عمل بنى مجتمع حواليها، ثم بعد كده تسيست. فبقينا نشوف ارتباط مثلا حفلات ام كلثوم بوجود اعضاء مجلس قياده الثوره، ثم جمال عبد الناصر، ثم وهكذا. لان احنا حتى الان انت لما بتسمعي في الراديو الساعه 11 بالظبط بالليل تلاقي حفلات ام كلثوم من سينما قصر النيل او من حديقه الازبكيه اللي هي المسرح القومي، يقول لك ويحضر الرئيس جمال عبد الناصر ومش عارف ضيف مصري مين ورؤساء دول بيحضروا. فهنا ام كلثوم كان ليها دور مختلف، حتى ان هي بعد سنه 67 عملت حفلات للمجهود الحربي، فكان ليها دور سياسي كبير طبعا، دي لفت الدنيا وراحت. الدور السياسي ما يطلعش كده شيطاني في لحظه، لازم يبقى له جذور. قدر يحطها مين؟ استاذ محفوظ، مع وجود، ولازم ندي لكل حد حقه، مع وجود مخرجه رائعه زي استاذه انعام محمد علي. صحيح. شوفي هذا المبنى خرج اسماء كبيره على المستوى النسائي في الاخراج، تقف انعام محمد علي على قمه، وفي مسافه طويله وحطي الاسامي اللي انت عايزاها. والله هي تستحق، هي تستحق، استاذه طبعا. لا استاذه طبعا. فعلا. فدي من الحاجات الجميله. قعدوا يعدوا لهذا المسلسل فتره طويله، ولكن المسلسل رغم ان هو اجتماعي سياسي ذاتي غنائي، يعني في حاجات كتير، كان معاهم طبعا مين؟ واحد من اهم يعني عايزين نقول بقى ايه الشخصيات الرائعه، عمار الشريعي. صحيح. وعمار الشريعي مع استاذ محفوظ مع استاذه انعام ابتدوا يعملوا اختبارات للاطفال عشان يغنوا. عشان كده شفنا ثلاثه، شفنا طفله زي سهر الصايغ، شفنا بعدها شيماء الشاي، شفنا بعدها ريهام عبد الغفور، ريهام عبد الحكيم، شفنا امال ماهر. كل دول مفيش مخلوق كان يعرف عنهم حاجه. ثم شفنا صابرين بشكل ما شفناهوش قبل كده ولا بعد كده. ولما سالت استاذه انعام طب انت صابرين، اولا هذا المسلسل كان مرشح ليه 2 كبار، استاذه نبيله عبيد النجمه الكبيره، استاذه الهام شاهين. الهام شاهين كمان؟ لا انا كنت عارفه حد غير الهام شاهين. لا هم دول الاثنين اللي كانوا مرشحين. ثم بعد كده راحت بس نبيله عبيد دي جديده بالنسبه لي. نبيله عبيد ده كانت الاصل، ونزل كمان خبر باسمها والله. طب وايه اللي حصل؟ يعني حصل خلافات كده حصل حظ صابرين، هو صابرين اختيار صابرين. وشوفي الاستاذه انعام محمد علي يعني كانت تقدر تقول انا اخترت صابرين وشفتها. استاذه ناديه رشاد قالت لها يا انعام صابرين في جمهوريه زفته وفي هوانم جاردن سيتي، هنا عامله الهانم وهنا عامله الخدامه او البنت الريفيه، هي دي اللي تصلح للدور. والله يعني هي ترشيح من استاذه ناديه. تحمست ليها مين؟ استاذه انعام. لابد ان احنا نقول ان قطاع الانتاج في ذلك الوقت سواء كان استاذ ممدوح الليثي او استاذ
يحيى العلمي عشان برضه ندي لكل واحد حقه. صحيح. استجابوا في الاخر. اه خرج المسلسل، يعني عايز اقول لك ان هو اعاد الحياه لام كلثوم. وهو حتى هذه اللحظه يعيد كل مره الحياه لام كلثوم. لكن احنا نتوقف عند قطاع الانتاج. المخاطره اللي يخلي قطاع الانتاج يمول مسلسل كبير جدا بعيدا عن الشلاليه او المجامله او ان انا شايف ان ده النجم اللي هيجيب لي ايرادات. خلي بالك صابرين كانت استاذه في الشباب، في الفوازير، في الحاجات الخفيفه، في بعض الاعمال. ما كانتش لسه تشيل مسلسل بالظبط، بالعربي كده ما تشيلش مسلسل. اسماء فيه محفوظ عبد الرحمن، شخصيه لام كلثوم، بليغ، عفوا عمار الشريعي، كل الكبار اللي موجودين في المسلسل، عم محمد علي، ويغامروا بصابرين، وصابرين تتفوق على نفسها في هذا المسلسل. لو انت كلمني عن على قطاع الانتاج اولا. العقليه عقليه قطاع الانتاج، كان دايما قطاع الانتاج في اتحاد الاذاعه والتلفزيون عارف كويس جدا وشايف نفسه ان هو مفرخه للنجوم. كل النجوم خرجت من هذا القطاع ومن هذا المبنى، حتى ان ليالي الحلميه لم يكن يحيى الفخراني، مع احترامنا ليه، يحيى الفخراني، صلاح السعدني، صفيه العمري، طلع بعد يحيى ما كانوش النجوم الاوائل. عشان كده لو نفتكر ان في الجزء الاول كان الابطال الاصليين احمد مظهر، هدى سلطان، حسن يوسف، الاسماء. ثم بعد كده جم الباقيين. شوفي بقوا نجوميه شرسه. لما قطاع الانتاج كان بيعمل ايه؟ قطاع الانتاج كان بيبيع هذا المسلسل باسم المخرج والمؤلف. اسم المخرج والمؤلف. فمن هنا انا عندي اسم ام كلثوم، وعندي انعام محمد علي، وعندي محفوظ عبد الرحمن. وشوفوا يا جماعه صابرين هتعمل ايه، شوفوا احنا هنعمل ايه. حتى الان صابرين اقدر اقول لك ان هي قضت على اي مخلوق يلعب هذه الشخصيه، سواء لاحقا او سابقا. ازيدك من الشعر بيت، قضت على فكره السير الذاتيه بعيدا عن ام كلثوم. بعيدا عن ام كلثوم. احنا قدمنا حتى الاستاذه الكبيره انعام محمد علي قدمت كذا سيره ذاتيه بعدها، ولكن لم تحقق هذا النجاح. صحيح، ستظل ام كلثوم لانها ام كلثوم. وكمان شدت جيل ما حضرش ام كلثوم سنه 99. شدته لاغاني جديده لام كلثوم. صحيح. واحنا بنتكلم على صابرين، لكن احنا ناسيين واحد من اهم الادوار وبطوله تعتبر علامه. استاذ احمد راتب عليه رحمه الله. احمد راتب لما عمل شخصيه رياض القصاب، محمد القصاب، مستحيل حد يقدر يعملها دي. فدي من الحاجات الاساسيه. الكتابه هنا كانت بطل، لان انت طالعه من بنت ريفيه، ومعانا برضو التتر في الخلفيه. طبعا. انا جسمي اشعر اقسم بالله يعني الجمال اللي بيحصل والنوستالجيا اللي موجوده في الاعمال دي طبعا. والقياده اللي كانت موجوده في قطاع الانتاج وقتها، وروائع الدراما التلفزيونيه اللي خرجت من مصر والى الدول العربيه، والهجوم اللي بيحصل على الدراما في بعض الاحيان سواء هنا في التلفزيون او قبل كده، او الشركه المتحده دلوقتي يقول لك اصل الدراما اللي مش عارفه ايه متفوقه على دراما ايه. احنا الدراما المصريه دراما سواء في هذا المبنى او خارج هذا المبنى دراما مميزه واخرجت الروائع. ولما نسمع تتر زي ده يهز الوجدان، زي كده النشيد القومي طبعا. في الدراما طبعا. هو النشيد القومي في البلد. ما ينفعش حد يعديه ومحدش يشكك في ثوابتنا ولا في اصولنا. احنا بنتكلم عن عراقه كبيره طبعا. احنا بنتكلم دلوقتي الدراما 65 سنه دراما من بداية التلفزيون. صحيح. تمام؟ صحيح. من بداية التلفزيون. يعني أنا دايما بقول كده، جميع نجوم الوطن العربي سواء الفنيين أو السياسيين اللي ما ظهرش على شاشة التلفزيون المصري وكأنه لم يولد. أفتكر أن كان أستاذ سمير صبري عليه رحمة الله في النادي الدولي، كانت اتذاعت له حلقة لأول مرة بيستضيف السلطان قابوس، كان لسه صغير سنة 72 تقريبا. الناس عرفته من هنا. عرفت مين فيهم؟
السلطان قابوس اتقدم بافكاره، مش عرفته ان هو رئيس دوله، اتقدم بافكاره من هنا. تكلم حتى اراك يعني بالظبط. وغيره وغيره. هنا انت استضفتي طه حسين، استضفتي العقاد، استضفتي اسامي تخض، اسامي. يعني انا النهارده يوم ما بتكلم على طه حسين انا بتكلم على 135 سنه والله، وحتى في الزمن يعني عمر اكتر من دول. جارسيا ماركيزو واحمد زويل كلهم وكانوا في الثقافيه، كانت عملت قناه ثقافيه طبعا. يعني حتى يعني سنوات مش بعيده كان كل القمم كانت موجوده في المبنى. لو بنتكلم على الدراما، روائع الدراما في الوطن العربي خرجت من هنا اساسا. احنا للاسف استسهلنا شويه، ولكن هل نستطيع العوده؟ نستطيع، لان نستطيع بقى بمين؟ بامثله كتاب امثال الاستاذ محفوظ عبد الرحمن، ام مخرجين امثال كبار المخرجين في مصر زي مخرجه نعم محمد علي وغيرها من المخرجين الكبار، ام بقياده قطاع انتاج زي اسم ممدوح الليثي، ام ب يعني مظله؟ انا هلخص كل ده وهقول لك جمله واحده. دايما مصر ولاده، تمام؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان نقدر نعمل جيل جديد، لكن اعملي له المناخ الصحيح. صحيح. انا في يوم من الايام بسال استاذ محمد فاضل سؤال بسيط جدا: استاذ فاضل، انت عملت 50 مسلسل، كام يعني ايه المره اللي انت دخلت فيها تصور مسلسل وما كانش عدد الحلقات كامل؟ عارفه قال لي ايه؟ قال لي انا وانت وبابا في المشمش داخل وفي ايدي 26 حلقه. يعني فاضل 4، والاربع حلقات انا عارف انا رايح فين، بس اسامه على اسامه عن الركاش بيصيغ بيخلصوا الكتاب. النهارده احنا بنسمع ان انت داخله ب5 حلقات وممكن اقل. انا يعني اتشرفت بوجودك النهارده، واتشرفت كمان بالحديث عن الكاتب الكبير المبدع محفوظ عبد الرحمن، والكتابات ما زالت موجوده. يعني الاستاذ محفوظ عبد الرحمن ما زالت له كتابات لم تقدم. انا هضيف بس جمله واحده. استاذ محفوظ عبد الرحمن كان عنده مشروع جميل جدا ومهم جدا لم يكتمل. كان اسمه دولة أناضول، كان هيكتبه للفنانة فاتن حمامة. ولما توقفت فاتن حمامة توقف المشروع. أنا كان نفسي وسألته عليه، كان نفسي إن المشروع ده يخلص. وفي كتابات لمحفوظ عبد الرحمن في مكتبه كان هو بيتكلم عليها. يعني اتشرفت قبل وفاته مباشرة بعمل حديث تلفزيوني معاه ولقاء تلفزيوني، واتكلم عن اعمال كثيره عنده. الكاتب يوسف الجندي كان مشرفنا هنا وشرفني انا، واتكلم عن اعمال كثيره عنده. كبار الكتاب عندهم اعمال. نظرة إلى هذه الأعمال واستعادة هذه الروح مرة تانية. شكرا أستاذ أحمد سعد. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا مشاهدينا. بكرة إن شاء الله فريق عمل جديد من مساء الفن. تصبحوا على ألف خير.